نتفليكس نازله بمجموعه مسلسلات كبيره جدا، وانا شفت منهم مسلسل بالنسبه لي هو واحد من اقوى المسلسلات الاجنبيه اللي شفتها. مسلسل اسمه بيبي ريندرير. اللي كان مدهش وابهرني في المسلسل اكتر واكتر ان بعد المسلسل ما خلص لقيت ان المؤلف هو البطل وبيتكلم عن قصه حقيقيه حصلت معاه. وحلاوه المسلسل بالنسبه لي انا ما كنتش عارف القصه رايحه فين وهتخلص ازاي. في الاول بفتكر انها قصه مطارده واحده لواحد وان هي بتحبه ومتعلقه بيه ومريضه نفسيا، لكن بعد كده بنكتشف ان المسلسل بيتكلم عن تفاصيل اعمق واخطر من كده بكتير. بنلاقي المسلسل بيستعرض نقط كتير مهمه جدا، زي مثلا ان البطل بتاعنا بيدور على اي حد يمتدحه وخلاص، حتى لو المديح ده جاي من شخص هو مريض واحنا عارفين ان هو مريض. وخدوا بالكم وانتوا بتتفرجوا على المسلسل ده تتفرجوا لوحدكم، لان الحلقه الرابعه حلقه صادمه. وانا هنا بقول صادمه لان فيها بعض المشاهد الخادشه للحياه، لكن ده ما يمنعش انها اقوى حلقه في المسلسل، لانها بتتكلم عن موضوع حساس جدا وهو التحرش الجنسي. مسلسل قاسي جدا وسوداوي جدا، لكنه في الاخر ورانا ان البطل جات له لحظه تجلي، قدر يواجه نفسه ويواجه الدنيا كلها. انصحكم